هنا في بيتك في استاد الاهلي حلم بنعيشه وبنشتغل عليه، وممكن تلاقي اصوات كده فما تزعجش، ما تزعجكش يعني ولا حاجه، ممكن تلاقي يعني حاجه داخله علينا كده مفيش مشكله يعني. تمام. كل سنه وانت طيب برضه رمضان يعني. جات لنا فكره تخليد الاسماء من خلال تخليد الاسماء على جدران استاد الاهلي. فهتقول لي رايك في الفكره، وفي نفس الوقت لو حد شخص على مجدي طلبه عزيز جدا في دايره مجدي طلبه، مش شرط يبقى كرويا على فكره، ولو مم. كرويا مفيش مشكله يعني، تبقى انت لو هتختاره وعايز تعمل له تكريم على استاد او على جدران استاد الاهلي، يبقى مين؟ اولا الفكره تحفه، فكره جميله جدا، موجوده بره، طبعا. اتعملت بره بشكل، انما هنا في في مصر مصر لا. بتتعمل اول مره. وكعاده النادي الاهلي دايما هو الرائد ان بيدخل كل جديد في البوزيشنز وفي الافكار وده حاجه، دي حاجه جميله جدا ومش جديده على النادي الاهلي، الفكره تحفه. اما بالنسبه للشخص اللي ليه تاثير كبير في حياتي، ولو حبيت احط اسمه ده هيكون والدي ابويا الله يرحمه. مم. طبعا لانه الله يرحمه. في البدايات تعب معايا جدا. انا بدات كوره من سن صغير قوي، 10 سنين، وكان هو اللي رايح جاي معاك، معايا. مؤمن بيك جدا. وانت عارف في الوقت ده، خلي بالك في الوقت دوت كان صعب جدا ان انت تلاقي ولي امر مهتم اهتمام شديد مهتم طبعا، صح. بالكرة دي. كانت لعب عيال، امشي يا مم. ابني روح كمل صحيح مذاكرة صحيح. وشوف والدنيا ماشية ازاي وكده. انما هو من كتر ما هو ما شافنيش، ما كانش بيشوفني، انما كان بيسمع كل ما يروح مكان ولا حاجة، خلي بالك من الولد فتعب معايا جدا في الفترات الاولى بالذات، اللي يروح معايا ويرجع ويوديني ويجيبني فتعب معايا فترات طويلة الله يرحمه. ودي اللي خلت البدايات عندي تثبت، لأنه لو ما كانش معايا في الفترات الأولانية دي كنت هروح مم. إزاي وأعمل إيه. لغاية ما بدأت أتعود أنا وأعتمد على نفسي والدنيا بقت مظبوطة. فهو والدي ليه فضل كبير، ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب كبير جدا ليا في إني أكمل كورة وأشتغل كورة.